جيسوس النصر 10 مباريات بدأ فيها الدوري أقوى هجوم أقوى دفاع، ثم بدأت بعض التعثرات، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الهلال، ومشكلة نواف العقيدي. الآن النصر عنده 12 فوز على التوالي ومع 9 كلين شيت، ورجع أنه يكون أقوى هجوم ورجع أنه يعادل الأهلي كأقوى دفاع. لكن اترك لغة الأرقام، شوف لي مستوى الأفراد، تطور مرعب، على رأسهم جواو فيليكس، الدون، ماني، كومان، الكل رائع جدا. بعد النصر جيسوس في كل طرق اللعب، في كل أساليب اللعب رائع، كرات ثابتة، تحولات، مرتدات، أيضا الضغط العالي رائع جدا. بعد في كل سياقات اللعب، يعني لما أنا أبني اللعب أنا جيد، لما أنا أتمركز نص الملعب أنا جيد، لما أستخدم تبديلاتي أنا جيد. جيسوس لما شفت مشاكل فريقي ما كابرت، وهذا أمر رائع جدا. شنو يعني؟ عندي مشكلة في الدفاع مع التعثرات، صح؟ فكرة إنيجو مارتينيز على اليسار ودخول عبد الإله العمري كقلب دفاع، إن أنت دائما المان تو مان مع المهاجم، إنيجو مارتينيز على اليسار جيد في الكرات العالية، وأيضا نبني بالثلاث مدافعين. حليت مشكلة كانت يعني صداع بالنسبة لجيسوس. بعد لما غاب عني كريستيانو رونالدو قدرت أخلي ساديو ماني رأس حربة وأسجل وأفوز مباراة الرياض وأيضا مباراة الاتحاد. لما شفت أن هناك مجتهدين في الدكة أعطيت أيمن يحيى الفرصة وساهم تهديفيا ضد الخليج، أعطيت عبد الرحمن غريب فرصة وأعطاني 3 نقاط ضد الشباب في مباراة 3-2، وأعطيت الحمدان فرصة وكان من نجوم مباراة الخليج كلاعب محطة. شو أقول لك؟ جيسوس ما كابر. جيسوس النصر أو حتى جيسوس الهلال ضغط عالي، مساحات، والله لو أنا فايز لو أنا خسران بلعب هالأسلوب. اليوم جيسوس النصر ناضج، يقدر يلعب منخفض، يقدر يلعب على المرتدات، يقدر يغلق مناطقه وتكون عنده فكرة الصبر. أيضا فكرة أن أنا حطيت أنجلو بنص الملعب، لقيت حل. أنا ليش قاعد أقول لك هالملخص كله؟ لأن أنا أحترم المدرب اللي يجد حلول لمشاكل فريقه وفق الإمكانيات اللي عنده. شفتوا هذه فكرة أن النصر جيسوس بدأ يتراجع وبدأ يتحفظ وبدأ أجزاء من المباراة ما يعطي مساحات، وكأنه يجهز نفسه للجدول القادم، للمباريات الكبيرة اللي كان متعثر فيها، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الهلال. برمج فريقه أن أنا لحظة ضد هذه الأندية العملاقة اللي عندها هجوم ممكن يسبب لي ضرر، لا أنا هني ممكن أأمن دفاعي وأفوز بالتفاصيل، أو على الأقل أخطف تعادل، أو أني أسجل بالمرتدات وأفوز بأسلوبي. لذلك برافو جيسوس النصر. فاز النصر نهاية الموسم في البطولات أو ما فاز، أنا أرفع القبعة لهذه الهوية الفنية المحترمة للنصر واللي فيها استمرارية وثبات.